يا مساء الخير ويا مساء النور ويا مساء الفرحة عليكم كامل. مرحبا بكم في قناتكم كويزين شيماء، ومرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم نحبكم كامل تتبعوا لا فيديو للآخر وتجربوا هاد الوصفة. أكيد راح تعجبكم. تحلية بزاف اقتصادية وهايلة وشكلها راقي. تقدروا ديروها لضيوفكم، تقدروا ديروها لسهراتكم في رمضان إن شاء الله. على بالي أكيد راح تنال حصة كبيرة من إعجابكم بإذن الله. شوفوا هاد لاغوسيت درتها لكم غير بحبة تاع البيض، بدون كريمة سائلة، بدون أي حاجة تكون يعني تكلف نوعا ما. دوكا قد ما نقصو كلش راهو يجي مكلف، بصح يعني هادي راح انا شتها نوعا ما ماشي مكلفة. قلت لكم غير بحبة تاع البيض وبنص ريتلة تاع حليب وشويه شيكولا. راح ديروا تحليه قراف بنينه وبزاف هايله. واللي عنده تجربه في الوصفات اكيد راح هادي تعجبه بزاف تاني. واعطوني رايكم في شكلها وخلوا لي جام وكومونتير وتعليق شباب كيما نتوما، يحفزني باش نمد اكتر. وجدد مرحب بكم كامل. ما تنساوش يا شاباتي يا نوتيلاتي. شوفوا كيفاش نقلتكم كيشت اليوم الشوكولا جاني الالهام. عشاق شوكولا راح تقدمنوها هاد الوصفه. قلت لكم ما تنساوش ديروا لي ابوني وتبارطاجيو هاد الوصفه مع صحاباتكم وتجربوها كامل ان شاء الله، وتحلي قعدتكم ولا تحلي ميدتكم في رمضان. قبل ما نبداو نصلوا كامل على النبي عليه الصلاه والسلام وندوزو نشوفوا لا غوسيت. شوفوا هاد الايامات راني متوحشتكم، سي بوغ سا راني نطول لكم شويه في الهضره. اعذروني. نحبكم. في اناء عندي حبه تاع البيض. شوفوا حبه يعني حبه صغيره ولا متوسطه ولا كبيره عادي ما يهمش. حبه تاع بيض نضيفوا عليها، نزيدوا لها قرصه تاع الملح. هاد العمليه نعرفوها كامل. نزيدوا 100 غرام تاع سكر. هاد التحليه درتها لكم بالغرام، تسمحوا لي باسكو الكيسان تاوعي كامل اللي ما فنقيس بهم تكسروا لي. سي بوغ سا راني ندير لكم بالغرام حتى نشري هذاك الكاس اللي عندنا كامل ان شاء الله. واللي تلاقت به تبعت لي سيريا. انا ما نتلاقاش كامل به. قلت لكم زيدوا 100 غرام تاع السكر على دفعات هكذا كشغل راح ديروا لا جينواز ونضربو مليح بهذاك حتى يذوب لنا السكر. هاد العمليه في الجينواز ولا في اي بسكويت ديروه برك باش يذوب لنا هذاك السكر ويعطينا خفه. هذا ما كان باسكو دوك نزيدو الزيت ونزيدو الحليب راح يهبط لنا القوام تاعنا. ونزيدو 80 غرام تاع زيت نحطوه على خط رفيع، نقعدو نزيدو بشويه ونطلعو كيما لا مايونيز باش ما يهبطلناش الخليط تاعنا. هاد لي تكنيك كامل يخليو لكم الكيكه تاعكم تجي مهويه، تجي خفيفه وتجي بزاف هايله. تقدروا تستغنوا على هاد المرحله كامل. كما نعرفوا في الدار حنا نحبوا تاع ليه ما نحبوش نطولوا ونعجنوا ونزيدوا بالفوي برك. ديروها غير بيديكم. عذروني على الصوت. قلت لكم ديروها غير بيديكم هذا مكان وطلعوها قلت لكم باش تجيكم سهله. كما نعرفوا في الدار تحبي تنوضي تنفحلك تروحي ديري حاجه للسهره ديريها بلا ما تجبدي الباطيغو كامل. هنا نزيدو 100 مليلتر تاع حليب ولا 100 غرام تاع حليب. زيدوها تدريجيا تاني وتبعوا هاد المراحل ما كاش اسهل منهم. والغراماج راهو دقيق بزاف. هنا قلت لكم ونزيد نعاود لكم، لا ما عندكمش لافاني وكان عندكم لاغوم تاع البنان راح يجيكم قراف بنين في الكيكات تاعكم، يعطيكم واحد البنه هايله. ونزيدو 120 غرام تاع فارينه، ما تزيدو ما تنقصوا. ونزيدو كيس تاع خميره كيميائيه وزن 10 غرام. هذه نوارة اللي عندنا كامل ولا اللي راهم منا يديروا خميرة تاع الحلوى وزن 10 غرام ولا 7 غرام. هنا لمسة جمالية وفقط تقدروا تستغنوا عليها. نقسموا الخليط إلى 2 عفوا. ونزيدوا حوالي 10 غرام تاع الكاكاو يعني مغرفة معمرة مليح. ونضربوه هذيك الخليط الثاني تاع الكاكاو ونضربوه ونقعدوا نزيدوا له بالعقل في الحليب باش نتحصلوا على نفس القوام تاع القوام الابيض. حوالي 2 ملاعق كبار تاع حليب. شوفوا دوكا نزيد الملعقه الاولى ونخلط مليح ومن بعد نزيد الملعقه الثانيه. هذا ما كان حتى يلحق لي يعني عينكم يزركم يلحق القوام بريسك جوسك بريسك عفوا بريسك القوام الاول. هنا جبت مول كاري، جيبوا اي مول عندكم ونقعدوا نديروا بهذا الشكل. الصوره راهي تعبر لكم اكثر. قلت لكم اللي مقلقين يستغناو على هاد المرحله هذه برك تعطيكم كي تقطعوا المرشو تاعكم يبان لكم شغل ما بغي من تحت يبان هذاك يبانوا خليطين هادوك.
نقعدو نزيدو مرة خليط ابيض مرة خليط اسود، ومن بعد بواسطة الكوردون ولا هذا عود سواء نديرو هاد الحركات ونحطوها طيب على 180 درجة. نروحو ندوزو للكريمة. عندي نص لتر حليب، نزيدو عليها 50 غرام تاع نشا، نزيدو 29 غرام تاع كاكاو، 100 غرام تاع سكر. نخلطو الكل هكا بارد في بارد، نخلطوهم مليح قبل ما نحطوهم فوق النار. وتاني نصيحة ما تحبسوش تحركت تحطوهم فوق النار باش تجيكم ليس. دوك تشوفوا معايا انا كيفاش جاتني ليس، جاتني عفوا قلت لكم لازم تقعدوا تحركوها باش تجيكم ليس، تجيكم تهبل. حركوها هكا مليح وفي الاول قبل بارد في بارد حتى تتاكدوا بلي دابت. وشوفوا هنا بعد ما رحت ديتها فوق النار وجبتها لكم، دوك تشوفوا شحال تجي ليس. هنا نزيدوا عليها 50 غرام تاع شوكولا نص باطه، ونزيدو 50 غرام تاع زبده. هنا تزيدوها وهي الكريمه تاعكم سخونه دوك بالعقل تذوب لكم. ونزيدو 50 غرام تاع زبده بحراره الغرفه ولا من الفريزيدار عادي، ونحركو مليح حتى تذوب لنا هذيك الزبده. والكريمه تاعنا راهي واجده. هاد الكريمه تجي بزاف بنينه. شوفوا تاني القوام تاعها شحال جا هايل، وتجي ليس وتبري. علاش؟ باسكو ما حبستلاش كامل تحرك. دوك نوريها لكم قدامكم. وهنا بعد البسكويت تاعنا بعد ما وجد شوفوا كيفاش جا يجي هايل. هنا باش سقيتو بشويه حليب، زدتلو شوكولا غبره تاع الحليب. نتوما ديروا بكونديا شوكو ولا تحبوا تسقيوها صوف بالحليب تزيدوا الكاكاو ولا بالحليب وحده. انا كانت عندي شوكولا غبره زدتها مع شويه حليب وراني نسقي فيها. وشربوها كيما تحبوا تشربوها بزاف، تحبوا تشربوها شويه. نفرغ الكريمه تاعنا فوق هذاك الكيك، نغلفو من الفوق بابي فيلم مليح اون كونتاكت ونحطوه يبرد. لازم تبرد لكم مليح، تبرد واحد الساعه وهي بارده. ونشوفوا لا غاناش تاعنا اللي حنديروه كيف. شوفوا تحبوا ديروا 120 غرام تاع شوكولا، زيدوا لها شويه حليب، زيدوا لها حوالي 50 غرام تاع حليب وتذوبوهم كامل. سينو تحبوا ديروا كيما انا ديروا 120 غرام كريمه و120 غرام حليب. ونديرو الكاناش تاعنا. هنا بعد ما بردت لي الكريمه، تحبوا تاني ما ديروش كاع لا كاناش والشوكولا، رشوها غير شويه كاكاو وتجيكم بزاف بنينه وتكون اقتصاديه اكتر واكتر. سينو ديروا لا كاناش. انا كانت عندي الكريمه ما حبيتش نرميها، درت بها لا كاناش والشوكولا. تقدروا ديروا غير الحليب والشيكولا، هذا ما كان تجيكم تاني هايله. يعني عادي هاد المهم ما تخلوش الشوكولا تاعكم وحدها. اعذروني على الصوت اللي راكم تسمعوا فيه، ريبو الدنيا راني ندير في الفوكال وراني بعدتهم باش ما يجيش صوتهم. قلبوا لي الدنيا كنت تعرفوا الدراري. قلت لكم هنا نزيدوا لا غاناش تاعنا من الفوق ونحطوها تبرد وحنا كملنا. والتزيين يبقى اختياري. انا شتوني كيفاش شبحتها في الاول بلي بيبيتو شوكولا والفخاز، وهذا ما كان ننصحكم تخلوها تبرد مليح باش ما تجيكمش هذيك، باش الكريمه تاعكم تشد روحها ما تجيكمش شغل كي تقسموا المورسو تاعكم يجيكم شباب، ما تقعدش هكا كل شويه يسيل. صينو الواحد في الدار هكذا كي تكون مكاش للضياف ولا ما يهمش. المهم نتوما بردوها مليح وخلوا لي رايكم وتعاليقكم في شكلها. انا عجبتني بزاف، دات لي عقلي. شوفوا هنا فيلميتها لكم الصباح مع الضو تاع الشميسه، هبلتها بتصاور حتى قلب دابت لي كامل وانا نصور فيها. اغرمت بها، عجبتني قراف ما شاء الله. مام البنه شوفوا لي دقها كامل عجباتو وطاروا بها الله يبارك. كملناها سوغ بلاص كيما نقولوا في بلاصتها وما كناش فيه بزاف، صافي كلينا وزدنا تريشينا هاك تفهموا. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم هاد لا غوسيت وتكونوا حبيتوها. عذروني راني نطول باش نحط لكم الوصفات، اسمحوا لي على بالكم دوكا نيتواياج وتحضيرات رمضان وتجهيزات رمضان مع التربيه والدراري ماشي حاجه سهله. اللي عنده دراري هو برك اللي يفهمني، يعني اللي عنده هكا التربيه هو اللي يفهمني. الله يبارك باش تقدري توفقي بين شحال من حاجه صعيبه بزاف. نقسموا المورسو تاعنا كيف شوفوا كيفاش تجي من الداخل. ادعوا لي برك معاكم بالتوفيق. وشوفوا على قد ما تحبوني ولا على قد ان شاء الله تكونوا لحقتوا لهنا وتسمعوا هذه الهضره راح نقولها لكم. عمروني كلام حب، دبروا راسكم، حبوني في التعليقات باش نمد لكم اكثر. صدقوني تعليقاتكم شحال يجوني على قلبي كي نشوف هكا تعليقات شابه ولا لي جام ولا لي فيو يكونوا طالعين. هذه هي الحاجه اللي تخليني نكمل وتخليني
نمد اكتر. شوفوها من الداخل كيفاش يجوا الطبقات، تجي بزاف هايله. المورسو الاول بيان سور راح داوه كلاوه. دوك نزيدو نشوفو واحد اخر قدامنا وراكو شفتوه في الاول. نحبكم بزاف، ربي يحل اياماتكم ان شاء الله ويخليها كيما العسل. دمتم في رعايه الله وحفظه. وكما قلت لكم حبوني بزاف في التعليقات وجربوها وخلوا لي تعليقاتكم، نموت عليكم. ابقاو على خير. راني وليت مزروبه الفيديو ما خلاص وانا كملت الهضره. سمحولي. المهم شوفوا مغرفه الاولى، مغرفه دوزيام، مغرفه تروازيام، ما تقدروش تحبسوا صدقوني. انا راني فاصل لا كاميرا تاع التليفون وما قدرتش نحبس. ادمان هاد الوصفه. جربوها وباي. نحبكم بزاف.